بسم الله الرحمن الرحيم. لو عندك مشكلة في تركيب قفل الشنطة أو بيطلع معاكي مش مظبوط، النهاردة هوريكي الطريقة الصح لتركيب القفل. ركزي معايا في الخطوات اللي جاية عشان تطلعي نتيجة مظبوطة ومن أول مرة. يلا نبدأ. أول حاجة زي ما احنا شايفين ده شكل القفل اللي هنركبه مع بعض دلوقتي. أول حاجة بنعملها إن احنا كده بنفتح الجزئين دول من بعض. باخد الجزء اللي على الوش ده بيبقى فيه في ظهره مسمارين صغيرين قوي، ببدأ ان انا افك المسامير دي. زي ما احنا شايفين المسامير دي صغيرة قوي، نخلي بالنا واحنا بنفكها عشان ما تضيعش مننا. زي ما احنا شايفين كده انا فكيته لجزئين. هاخد الجزء اللي على الوش وهحطه كده على القلاب بتاع الشنطة. هبدأ اضغط بايدي كده جامد على الجزء دوت علشان اعلم مكان المسامير كده، عشان اوريكم هنفتحها ازاي او هنقصها ازاي. المسافة دي ممكن تبقى 2.5 سنتي او 3 سنتي، والمسافة من اليمين ومن الشمال بتبقى قد بعضها عشان القفل يجي معايا مظبوط كده في النص. هجيب بقى القطر وهبتدي ان انا افتح العلامة اللي اتعلمت على وش القلاب. لما ضغطت انا على القفل بتاع الشنطة بايدي عمل لي علامة كده بيضاوية، هبتدي ان انا افتحها بالقطر. زي ما احنا شايفين كده خلاص انا عملت الفتحة اهي في القلاب على قد القفل بالظبط اللي انا هركبه. هجيب بقى الجزء الاولاني اللي هو الوش بتاع القفل اللي انا فكيته، وهبدأ ان انا اركبه كده زي ما احنا شايفين. طبعا لازم الفتحة اللي انا فاتحاها تبقى على قد القفل بالظبط. هجيب بقى القطعة التانية اللي هي الظهر بتاعه، وهبتدي واحدة واحدة اثبتها عشان اركب فيها المسامير. كده انا جبت المسمار الاولاني اهو، وهبتدي ان انا اربطه كويس. وهربط المسمار التاني. وزي ما قلت لكم الفتحه اللي انا فتحتها في القلاب بتاع الشنطه عشان اركب القفل لازم تكون على قد القفل بالظبط، ما ينفعش تكون اكبر ولا اصغر، لان لو اصغر مش هعرف اركبه، ولو اكبر هيبقى فيه طبعا فتحه كده حوالين القفل باينه. هبتدي بقى اجيب الجزء التاني من القفل وهركبه كده وهقفله، وهبتدي اظبط كده القلاب بتاع الشنطه وهضغط عليها كده ضغطه جامده، وهوريكم دلوقتي ليه. زي ما احنا شايفين السنين اللي هما في الجزء اللي ركبته دول هما اللي هيبتدوا يعلمولي كده على الشنطة من جوه مكان ما ضغطت عليهم. هبدأ بقى اجيب البادة دي، البادة الصغيرة عشان اعرف ادخلها بس في الشنطة من جوه، والعلامتين اللي اتعلموا بسن القفل لما ضغطت عليه جامد هبتدي ان انا افتحهم بالكتر. هنشوف دلوقتي ازاي. انا كده بفتح اهو الفتحة الاولانية، وفتحت كمان التانية. انا بفتح طبعا فتحة صغيرة على قد السن بتاع القفل بالظبط، يعني الفتحة دي ممكن تبقى حوالي نص سنتي. زي ما احنا شايفين كده بقى هركب السنين بتوع القفل دول في الفتحتين اللي احنا عملناهم، وهبدأ ان انا بقى من جوه اتني السنون ديت، بس هتنيهم عكس بعض. هتني السن ناحية اليمين والتاني ناحية الشمال. هحاول اوريها لكم كده من جوه اهي، يا رب تكون كده واضحة معانا. طبعا القفل ليه اشكال كتير بس طريقة التركيب بتكون واحدة. وكده زي ما احنا شايفين ركبنا قفل الشنطة بسهولة. ولو حابين تشوفوا طريقة عمل الشنطة دي بالكامل هتلاقوا اللينك ظاهر دلوقتي على الشاشة فوق. لو الفيديو عجبكم واستفدتوا منه ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس علشان يوصلكم كل جديد.
مستنية رأيكم في الكومنتات، وإن شاء الله أشوفكم في فيديو جديد.